ليه دايما بيقولوا ان القطة بسبع ارواح؟ الموضوع مش سحر ولا اسطورة، ده ليه جذور في العلم والتاريخ. فاولا القطة عندها مرونة خارقة في عمودها الفقري، وده اللي بيسمح ليها انها تلف جسمها في الجو وتعدل وضعها قبل ما تقع. والعلماء بيسموا ده رايتنينج ريفلكس، يعني لو القطة وقعت من مكان عالي بتلف جسمها زي البهلوان وتهبط على رجليها، وده بيخلي فرص نجاتها أكبر بكتير من أي حيوان تاني. ثانيا وزن القطة خفيف وجسمها صغير، وده بيخلي سرعتها وهي بتقع أقل، وبالتالي تأثير الاصطدام مش قاتل في معظم الأحيان. وفعلا في دراسات أثبتت إن القطط اللي وقعت من أدوار عالية نجت أكتر من اللي وقعت من أدوار أقل. طب ليه بقى الرقم 7 ده بالذات؟ ففي الثقافات القديمة الرقم 7 ده كان دايما رمز للحظ والقوة الروحية. ففي أوروبا كانوا بيقولوا إن القطة بتسع أرواح، لكن في الشرق الأوسط ومصر القديمة ارتبط الرقم 7 بالحماية والقدرات الخارقة، وده اللي خلى المثل ينتشر عندنا. يعني باختصار القطة مش عندها 7 أرواح بجد، لكن هي عندها جسم مرن، رد فعل سريع، وخفة وزن بتخليها تنجو من مواقف لو حيوان تاني مكانها كان انتهى فيها. ومن هنا اتولدت الأسطورة الجميلة دي.